السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه يا بنات؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. الفيديو بتاع النهاردة هيكون ميك اب سهل بيليق على كل حاجة. الالوانات بتاعته من الالوانات المفضلة لمعظم الناس. حبيت اعمل اللوك ده لان في ميك اب يعني مش ميك اب توتوريال، في ريفيوز كتير عايزه اعملها، وعايزه اكون عامله لوك مريح لشكل العين. فنزلت صوره على الانستجرام كنت عاملاه، بس للاسف ما كنتش مصوره فيديو. كل الناس طلبت مني الفيديو فقلت لازم اعمله لكم. ويلا بينا نبدا اللوك، ويا رب يكون سهل وخفيف عليكم. اول حاجه هرحب بعدستي الجميله من بيلا، اريح عدسات في الكون بلبسها في عيني اليومين دول. بجد اكتر عدسه مريحاني ومش بتخليني ابدا ابدا عيني تتعب. يعني انتوا اكيد هتلاحظوا ده وهتشوفوا ده وانا بشتغل. الدرجه اللي انا لابساها النهارده اسمها جراي اوليف. اول حاجه انا رطبت بشرتي كويس جدا ومن غير اي برايمر ولا اي حاجه. هستخدم الفاونديشن من ميبلين. زي ما قلت لكم وصلني الباكج ده من ميبلين، اللي هو الفاونديشن بتاع مات بروليس. الفاونديشن ده متوفر منه 20 شيدز، يعني مش بس الفور شيدز دول اللي مبعوتين لي. المفروض انهم باعتين لي ده مع البوكس مكتوب فيه شير يور الكود بتاعك. المفروض ان هما بعتين لي كود انك تدخليه على سوق دوت كوم. المفروض انه بيقول لي ابعتي الكود بتاعك لمتابعينك عشان ياخدوا خصم يشتروا منتجات من على سوق دوت كوم المتوفرة من فيت مي. تمام كده، هسيب لكم الكود تحت في صندوق الوصف. بعد كده بعتلي من جوه ايه هي شروط المسابقة. يعني بيقولوا لي اعملي اختاري الشيت بتاعتك، وبعدين ادي 3 لمتابعينك، وكاتبلي الشروط تحت. اوكي، انا هعمل المسابقة دي. هنكسب 3 بنات 3 درجات للفاونديشن. وانا الشيت بتاعي اللي موجود جوه البوكس رقمه 128 الدرجة دي. طبعا الدرجة دي اوريدي هي غامقة عليا، لكنها اللي بيعجبني فيها انها بتوحد لون البشرة وبتظبط كل البيجمنتيشن اللي موجود في البشرة من تصبغات او من هالات او تعب. فعجبني انها اغمق درجة بس كويس. الفاونديشن ده عايز يديكي افضل نتيجة. استخدمي له الاول البروش بتاعت الفاونديشن، وبعد كده تقدري تستخدمي البيوتي سبونج اللي عندك من اي براند. انا بالنسبه لي بيديني اخف تغطيه بالبيوتي بلندر، وبيديني اعلى تغطيه بالبروش. لكن هو اصلا في الاول وفي الاخر هو حاجه مش فول كفرج، حاجه مناسبه لكل يوم، من الحاجات الخفيفه والحلوه قوي قوي في شكلها على البشره. ما كنتش استخدمته قبل كده، انا قلت ده في فيديو تاني، ومن ساعة ما استخدمته حبيته جدا جدا، ومش هتتخيلوا انا بقارنه بايه. يعني انا هعمل لكم فيديو مقارنة لفاونديشن هو شبهه جدا جدا وغالي جدا جدا وبراند عالية قوي. انتوا شايفين التغطية، وفي نفس الوقت في شوية جلو، مش بيمات قوي على البشرة كده وينشفها، لا يعني شغال. بس زي ما انتوا شايفين هو الشيد بس اغمق مني. نو بروبلم. هنفتح بالكونسيلر. هستخدم دلوقتي الكونسيلر من ايج ريوايند، ده برضو من ميبلين، وده برضو من افضل انواع الكونسيلر المفضله ليا. لكن انا مش بحب احطه باستمرار بسبب ان هو تقيل شويه، وبحب لما باجي احطه شويه بعيد عن اللاينز او الخطوط اللي في البشرة. كمان مش بحب الباكج بتاعته خالص، فعشان كده تلاقوني مستبعداه دايما وشايله منه الاسبونج اللي فوق دي، وبيطلع لي بكميه كبيره جدا. وندمت اني شلت الاسبونج على فكره، محدش يشيلها، يعني دي كانت نصيحه سمعتها من حد، فما تعملوش كده. الاسبونج على الاقل بيبقى البرودكت حتى اللي متبقي موجود جواها، وبتقدري تقفلي الغطا وبتفضل محتفظه بالرطوبه بتاعتها. لكن يعني فلما تيجي تحطي كونسيلر هو اوريدي بيكون في الاسبونج اللي هي حاطه كميه في كونسيلر كبيره. اما لما شلت الاسبونج بقى معايا كده الكونسيلر، اللي بيحصل انه بيطلع في المنطقه دي كلها وينشف،
ما بيبقى الاسبونج كانت مرطباه، فهمتوا قصدي؟ فلما بغطيه كده برضو جيت افتحه لقيته نشف، ما كانش رطب زي وهو جوه الاسبونج. فما تقعوش في نفس غلطتي، ويعني كانت نصيحة سمعتها من حد وطلعت غلط. لكن هو افضل حاجة انك تخليه في الاسبونج بتاعته. والاسبونج حتى لو بتشفط كمية كبيرة من البرودكت، هي بتفضل محتفظة بيه جواها. بعد كده هاخد الستيك كونتور من ريفوليوشن. هو المفروض فاونديشن، لكن انا بحب استخدمه ككونتورنج، لاني يعني هو كويس على البشرة وكل حاجة، بس مش من مفضلاتي قوي، لكنه عجيب في الكونتور، عجيب. والدرجة بتاعته تجنن. الدرجة اللي بستخدمها F12، الدرجة بيرفكت للكونتور، بيرفكت. وبعد كده بالبيوتي سبونج اللي بستخدمها هي من عند كاركتر. وعلى فكرة يا جماعة انا جربت كل السبونجز بتاعت كاركتر، كلهم يجننوا، كلهم. يعني اللي حابة تجيب بيوتي سبونج حلوة وطرية وخفيفة ورخيصة في نفس الوقت، البلندر بتاعت كاركتر بيندمج من غير ما اكلمه، يعني من غير ما اقول له حاجة هو بيندمج لوحده. بعد كده هستخدم التنت من O2O، والبلاش تنت ده مفضل بالنسبة لي، مفضل بالنسبة لي، عشقته جدا. بس هو فيري ليكويد، رجيه هتلاقي بيفصل كده شوية، رجيه من جوه هتلاقيه اندمج مع بعضه وبقى تمام. وانتي بقى بتاخدي منه خدي حذرك جدا جدا، لانك مش محتاجة منه اكتر من نقطة صغيرة قوي زي كده. خلي بالك النقطة الصغيرة دي، شايفين بقت قد ايه وعلى خدودي قد ايه؟ بيجمنت بشكل مش طبيعي. النقطة على ايدي زي ما هي وهبتدي اوزعه. احلى حاجة فيه ان هو غير التنت، يعني هو بلاش ليكويد، يعني لو حطيتيه كده واشتغلتي في حتة ورجعتي تدمجيه كده هيندمج، مش زي التنت. فهمتوا قصدي؟ التنت يمكن بيتميز عنه بالثبات الاقوى، لكن انا ما عنديش مشكلة مع ده ابدا. وبما اني استخدمت الفاونديشن من فيت مي، وكمان الكونسيلر برضو من فيت مي ومن ميبلين يعني، وكمان استخدمت الستيك كونتور من ريفولوشن والبلاشر من O2O، فاحنا لحد دلوقتي نعتبر في معدل دراج ستور او منتجات جودتها كويسة لكنها مش غالية. فنثبت كمان الفاونديشن بحاجة تكون سعرها متوسط. هستخدم الايرسبون باودر. ليه اخترت الايرسبون؟ لان في بنات كتير كاتبين لي في الكومنتس ان بيحصل معاهم مشكله في تثبيت الباودر دي، او ان الباودر دي مش عاجبه بعض الناس. الباودر دي مش افضل حاجه ومش احسن حاجه، فيها عيوب وفيها مميزات، لكن ليها طريقه معينه. عايزه اقول لكم على حاجه، انا مثلا بستخدم برودكت هاي اند باودر، لوس باودر. لو حطيتها بطريقه غلط او حطيتها بشكل مش قوي، اي نعم يعني هحس بافكت مش كويس، لكنها في نفس الوقت الماتيريال بتاعتها بتعلي او بتصلح الاخطاء، عكس الحاجات اللي بتكون دراج ستور الغلطه فيها ما بتتصلحش وبتكون صعبه جدا وشكلها مش لطيف. فالايرسبون لوس باودر ليها طريقه معينه انا هوريها لك دلوقتي. المفروض انك بتاخدي اي سبونج بتكون اللي هي عامله زي القطيفه، وانا قبل كده اتكلمت عن نوعيه السبونجز دي اللي كتير بنلاقيها جوه العلب او الحاجات وبنرميها. دي من عند انجلوت، وبتتباع عند انجلوت لوحدها زي ما هي كده. في انواع تانية ارخص زي دي برضو بتتباع لوحدها في مينيسو، بس الدنيا دلوقتي كلها واقفة، فانت ممكن تدوري على يعني جودتها عالية جدا جدا
ورخيصه وخفيفه قوي وبتنضف حلو قوي، والماتيريال بتاعتها عاليه عاليه جدا، وسعرها مش غالي. تقدري تدوري في العلب اللي عندك الباودرز اللي بتكون زي كده، تفتحوا تلاقوا فيها سبونج زي بتاعه اوفيس. بعشق السبونجه بتاعه اوفيس، بعشقها يعني. انا باخدهم كلهم، بصوا بشتغل بيهم كلهم من كتر ما هم الكواليتي بتاعتهم هاي اند، يعني الكواليتي بتاعتهم فظيعه. فتقدري تدوري على اي حاجه عندك من الفئه دي وتستخدميها. ما لقيتيش خالص سبونج زي دي عندك، استخدمي القطنه. عارفين القطنه اللي بتاعت الميك اب ريموفر؟ استخدميها وحطي بيها اللوس باودر وهتعجبك جدا وهتديكي افكت حلو جدا. انا هستخدم بتاعت ميني سو النهارده، وهاخد شويه لوس باودر من الايريسبون. اتاكد الاول ان دمجت الكونسيلر كويس قوي تحت العين، وان مش داخل في الخطوط او مش مخطط بمعنى اصح. انا الكونسيلر بتاع ميبلين ده مش بيعمل معايا خطوط، عند ناس تانية بيقولوا ان هو بيعمل خطوط، فعادي كل واحد واللي هو بيناسبه. باخد شويه لوس باودر بالشكل ده من الباودر بتاعت الايريسبون وبخفها على ايديا. يعني باخد اول طبقه كبيره دي بخفها على ايديا، وبعدين ابتدي اثبت الكونسيلر. الكميه مش هتشوفيها، يعني الكميه قليله جدا. هاخد شويه كمان، لازم افضيها على ايديا واروح اثبت. طيب وانتي بتثبتي الكونسيلر تحت عينك روحي بالشكل ده، بلاش تعملي كده اللي انا بشوفه كتير بنات بتعمله. ما تعمليش كده، تجنبي الحركه دي لو انت عندك مشكله مع الباودر. شوفوا اللي انا هعمله دلوقتي. هبتدي اروح، ما برجعش، بروح بس ما برجعش. نفس الحاجه في العين التانية. شويه الباودر الصغيرين اللي انت حطيتيهم هم كافيين جدا لتثبيت الكونسيلر تحت عينيكي. المهم انك تخليهم يثبتوا يدخلوا جوه الكونسيلر. اللي انا بعمله ان هم شويه دول بفضل ادخلهم، يعني انا خدت كميه لا تذكر، فضيت نصها على ايديا. ما تحطيش كتير قوي تحت عينك وبعدين ترجعي تقولي بينشف قوي وبيخطط. شوفوا تحت عيني عامل ازاي. كل الموضوع الطريقه اللي بتستخدمي بيها الباودر. هاجي هنا عند المناطق دي عشان تقولي لي انت شغاله معاكي تحت العين كويس. انا عندي هنا اطراف الشفايف من هنا بس في خطوط. هعمل نفس التكنيك اللي بعمله مع عيني فوق. شويه لوس باودر خفهم على ايدي، ابتدي اثبت لحد ما الاقيش شويه اللوس باودر اللي انا حطاهم موجودين. لما يختفوا معايا كل اللي انا عملته اني دخلت على الاماكن اللي فيها خطوط او تنيات، ثبتها بالتكنيك ده بتاع اني اخف شويه اللوس باودر وابتدي احط تحت العين، حوالين الانف، حوالين الشفايف، او في السمايل لاينز اللي موجوده عند ناس كتير بيكون عندهم المشكله دي برضو بيتجمع فيها اللوس باودر. كل اللي انت هتعمليه لو عندك الخطين اللي بيبقوا هنا انك حطي لسانك، يعني ادمجي كويس بالبيوتي بلندر وبعدين روحي ثبتي وانتي فارده المنطقه. كميه الباودر تكون قليله جدا جدا وافضلي ثبتيها، دخليها جوه الفاونديشن والكميه تكون قليله بشكل مش طبيعي. شايفين؟ انا دلوقتي ببتدي اتعامل مع الشويه الصغيرين اللي جوه الاسبونج. ايه اكتر مكان المفروض نكتر فيه اللوس باودر على وشنا؟ لو البنت محجبه كتري دايما اللوس باودر. انا عارفه اني قلت كتير الكلام ده بس عشان الناس الجديده معانا، نكتر اللوس باودر في الجزء ده لو انا محجبه عشان الفاونديشن ما يروحش على الحجاب. الناس اللي بيلطش معاها دايما الكونتور والبلاشر، مشكلتك انك مش مثبته كويس. نفس الوضع هعمله، اني هركز الباودر في اماكن الكونتور والبلاش عشان لما اجي احطهم اللي هما الباودر لما اجي احطهم ما يكتلوش معايا. نيجي للناس اللي عندها مسامات. لو انت عندك مسامات المرة دي هتاخدي اللوس باودر مش هتخبطيها على ايديكي وهتبتدي تحطيها في منطقة الخد بطريقة معاكسة بالراحة بايد خفيفة. هتحسي ان مسامك نعمت اكتر واتملت وبقى شكلها افضل.
انا ما عنديش مسامات بس بوريكم الطريقه. كده انا اكون ثبت كل بشرتي، وكمان هشيل الزيادات من الباودر بسرعه، ما بسيبهاش على وشي كتير الزيادات كلها. واوريدي انا مش عامله بيكنج، بس زياده تاكيد اشيل كل الزياده. شوفي شكل البشره، شوفي الفرشه بتعمل ازاي على وشك، مفيش حاجه معلقه، مفيش حاجه متاكي، مفيش حاجه ملزقه. ولو لقيتي حته ملزقه اعملي التست بايدك كده زي ما انا بعمل. اوكي لقيت حته ملزقه، ارجع اعيد بيها من غير ما احط باودر يعني ما احطش في الاسبونج، اخبطيها كده بس هتطلع بودره مكان ما انتي استخدمتي. ادي الباودر بتاعه الايرسبون اللي انا لقيت ناس بتشتكي منها، فانا حبيت اقول لكم التركايه بتاعتها. واعملوا كده مع اي لوس باودر غاليه او رخيصه، بس انا دي بالذات عشان مستخدماها وفعلا عملت معايا نفس المشكله اللي بنات اشتكوا منها، فاستخدمتها بالطريقه دي. فحبيت اقول لكم عليها لان سعرها رخيص، كميتها كبيره. هسيب لكم في صندوق الوصف برضو تقدري تجيبيها منين. بعد كده هاخد نفس الكونسيلر اللي اسمه ايجي واين، هحطه نقطة نقطة فوق العين، وهو ده اللي هيكون البيز بتاعي بتاع الاي شادو. الدرجة اللي استخدمتها من الكونسيلر فوق عيني وتحت العين اسمها لايت. بعد كده هستخدم معاكم باليت الاي شادو دي، البوم دي حتة باليت ملهاش حل. انا يعني من اول سواتش وانا مغرمة بيها. الباليت دي من جيرل زي ما انتم شايفين، جديدة 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 جديدة، عارفيني لازم استخدم حاجات جديدة. ده شكل الباليت، شايفين الباكجينج ايه ده؟ الكواليتي بتاعتها استحالة كنت اصدق ان هي من الا جيرل بصراحة. شايفين الجمال؟ بتيجي زي ما انتم شايفين بالشكل ده. هشيل لكم البلاستيك اللي هنا عشان تشوفوا الجمال والحلويات. استنوا مداري لغدي. ده شكل الالوان، شوفوا معايا جمال الالوان. يلا هبتدي اشتغل دلوقتي بالباليت. هستخدم البروش دي من عند الجيسب، رقمها 228، بلندنج بروش عادية جدا. اول لون هبتدي بيه خالص هو اللون ده، درجة اسمها فريندلي. بس الباليت دي الفول اوت بتاعها كتير، يعني بتوقع شوية كتير، عادي جدا. هي بالظبط بالظبط لو في الخامة وفي الحاجة اللي انا اشرح لكم هي شبه ايه، هي بالملي شبه انستازيا. مش هتصدقوني صح؟ جربوها وهتشوفوا الكواليتي بتاعتها قريبة قوي من الكواليتي بتاعت مودرن رينيسانس بتاعت انستازيا. دي سعرها 675 تقريبا. بالنسبة لي السعر رائع على الكواليتي دي. كل ده من لون واحد بس، اللي هو اللون الانتقالي اللي اسمه فريندلي بس. يعني كل ده لون واحد بس انا حطيته على جفن العين. شايفين اللون بيجمنت ازاي وقوي ازاي؟ هاخد وقتي بس في الدمج بتاعه. هو تقريبا انا خلصته، بعدين هدخل على اللون اللي بعد كده. بعد كده هاخد براش حجمها يكون اصغر كده شوية، دي من عند فوريفر 52 معلهاش نمبر. وهاخد اللون اللي اسمه بوليس ده. انتوا شايفين اللون معايا؟ شايفين الالوان بتتحط ازاي؟ كل اللي انا عملته زي ما انتوا شايفين اني ضغطت اللون بس في المنطقه دي، لانه زي ما قلت لكم بتعمل فول اوت. فروحت ضغطت الاول باللون واحده واحده، وبعدين هنضف الفرشه بس في اي منديل، وبعدين
هدمج الاطراف بتاعت اللون ده مع اللون الانتقالي اللي قبله. بعد كده وبنفس الفرشة هاخد اللون اللي شوية على ماروني ده وهكسر بيه حدية اللون البني ده بس من على الاطراف كده شوية، يعني تحت في العين من هنا، وهمشي على كامل الجفن باللون ده. موهومة بالبالت، انا موهومة بالبالت. هي مش محتاجة مقارنة، يعني مثلا لو البالت بتاعت جاكلين هيل فيها نفس تدرجات الالوان بالظبط بتاعتها، جاكلين هيل سيئة جدا جنب دي جدا. يعني انا عندي مشكلة دايما مع شادوهات مورفي، بس بس بتاعت جاكلين هيل كويسة شوية، هي بس فيها كذا لون بيعلق، لكن لو هقارنها بدي اكيد هجيب دي. بس حاسة ان الالوان اللي في مورفي اكبر. هاجي بعد كده بقى اخد اللون اللي لونه بيج ده وهبتدي احطه في المنطقة دي بالظبط من العين، عشان بس يعني ابين ان في مجال لجفن العين او في شكل مفتوح. البراش اللي بستخدمها دي من جيسب، رقمها 244، عسولة جدا. بعد كده بقى هاخد اللون اللي هو ده، شايفينه ده شوية، هدمجه مع ده وابتدي اروح على تحت الحاجب واطراف الشادو نفسه، اللي هو بنضف وبموه بيه الاطراف. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، الباليت فوق الروعة. بعد كده هشتغل على تحت العين بنفس الالوان بس بطريقة عكسية، يعني هناخد من اغمق لون استخدمناه لافتح لون استخدمناه. البروش اللي هستخدمها هي البنسل بروش من عهود رقمها 50، والبنسل بروش دي حلوة جدا جدا. في نهاية العين هاخد اللون واطلع بيه، يعني دايما خدي اللون ودوريه على فوق زي ما انا بعمل كده. دبانة عايزين مني ايه في الفيديوهات؟ عايزين مني ايه؟ دلوقتي هنستخدم الريد بتاع الدبان ده. النوع ده حلو جدا، مكتوب عليه ان هو بدون رائحة وبيعمل رائحة وكل حاجة، بس النوع ده كويس. وبس ما تحاوليش ترشي المكان وتمشي لان الدبان هيتلم اكتر. رشيه على الدبانة دايركت عشان تتأكدي من وفاتها يعني. لا ما تموتيش هنا. هاخد القلم اللي لونه بني من كاركتر اللي قلت لكم اني بحبه وبشتغل بيه كتير، وابتدي احطه في العيون من جوه من فوق. استخدمت رمش غزال من جاسمين لاشز وحطيت الماسكرا. هرسم معاكم بقى الحواجب، لان جالي كومنتات البنات بيقولوا لي انتي لغيتي الحواجب خلاص مش هترسميها تاني قدامنا. لا انا على طول رسمه الحواجب وعامله لها اكتر من فيديو تعليمي على القناه، مش فيديو واحد، عامله فيديوز كتير قوي على القناه بس لرسم الحواجب بكذا طريقه. ودايما لما بجدد طريقتي برجع اعمل لكم فيديو تاني، فاوريدي الفيديوز موجوده. فانا هستخدم معاكم النهارده الجل ده من عند إلا جيرل، الدرجه بتاعته سوفت براون، واخترت الجل ده لاني بحبه قوي
وهاخد البروش من عند سيلا، الرقم بتاعها اي 65، وهرسم معاكم حاجب زي ما انتوا كنتوا طالبين مني. اخدت خط كامل من اول الحاجب لاخره، تمام. بعد كده هبتدي اطلع اعمل زي هير باي هير، وبعد كده طولت حاجبي لان انا حاجبي قصير. والجل ده انا استخدمته قبل كده وانتوا عارفين ان انا بحبه، بحب الماتيريال بتاعته، بحب الخامة بتاعته. بس كده رسمة بسيطة مخليها كلها تكون خفيفة ومفرغة. بعد كده هاخد البوك ده اللي هو بيكون من عند كاركتر في كل الدرجات بتاعة الباودر، فانا هاخد لون غامق علشان ما يكونش فيه فراغ في نهاية الحاجب. بس اللي حابة تتعلم طريقة رسم الحاجب بالتفصيل وازاي كل حاجب مناسب لكل عين، هسيب لكم اللينك فوق او تحت في صندوق الوصف، ولو نسيت فكروني، لو نسيت ما نزلتوش فكروني. بعد كده هاخد بروش تكون صغيرة قوي كده وتكون فلات رقمها 23، وابتدي انضف تحت الحاجب حاجة بسيطة كده واظبط الشكل بتاعه. دلوقتي بقى هاخد القلم البيج ده من كاركتر. القلم ده هو اللون بتاعه شوية يعني بيج مش فاتح، فهمتوا قصدي؟ للناس اللي مش عايزة تعمل شكل فيك جوه العين. هحطه في نص عيني، شايفين لونه عامل ازاي؟ لونه حلو قوي، حلو قوي القلم. كنت مستغربه الدرجه بتاعته لكن طلعت ممتازه. هستخدم البرونزاج من انجريد لان الدرجه بتاعته اللي تجنن دي هي اللي ماشيه مع اللوك اكتر. وهستخدم البروش دي من عند رشا خلف اللي رقمها 126، بحبها للبرونزاج، هي قريبه من دي بس دي هتوزع لك البرونزاج على منطقه اوسع ودي على منطقه اقل. البرونزاج بتاع انجريد برضو سعره حلو ومناسب لاي حد، بيلطش ما بيعملش شكل مش ظريف في الوش، لا على طول بشتغل بيه وبحب شكله جدا. بعد كده هاخد بقى البروش اللي بتكون اصغر شويه شبه اللي بتيجي جوه الباليت بتاعت هولا برونزر، رقمها 415 من سيلا، وابتدي اركز بيها بقى الايه الكونتور اكتر. دي بتركز اما التانية شوية بتفرده زيادة. ونفس الدرجة بحب اعمل بيها كونتور النوز، مش محمرة قوي. وبعد كده هاخد الباتر برونزر من بوزيشن فورمولا، هستخدمه كبلاشر. يعني انا حطيت البلاشر الكريمي شويه فيه سنه بيتشي كده، وبعدين هحط فوقيه على بني فيديكي الشكل يعني طبيعي، بس انا مش عايزه اللوك ده يكون فيه اي بلاش او حاجه لونها مش بني. فهمتوا عني؟ وعشان اديله حيويه شويه هستخدم البلاش هايلايتر ده من بوبا براون. بعد كده هرش الفيكس سبراي برضو من إلا جيرل، ده يجنن يا جماعه. شايفين حبه البيجمنت اللي تحت دول؟ اول ما هعمل كده هيتحول الفيكس سبراي كله لنفس اللون. شايفين بقى لونه ايه بعد ما رجيته؟ بس بعدين تستحموا بالفيكس سبراي
وهرجع لكم بعد ما انشف. حان وقت الهايلايتر. هستخدم الهايلايتر ده من فوريفر 52. شايفين الفيكس سبراي لوحده بيدي جلو في الوش، فخلي بالكم عشان اللي مش عايزه ما تحطش زياده انه هايلايتر فوريفر 52 يا سيدة. درجة الهايلايتر دي رقمها 2. احط شوية هنا فوق الحاجب. وبعد كده ببرش صغيرة، وقررت الغي البوز اللي كان طالع شوية من الكحل. بعد كده هستخدم نفس اللون البني اللي انا بحبه من كاركتر، هستخدمه كليب لاينر، وهستخدم قلم الليبستيك ده من كاركتر. انا مش لاقيه الدرجات بتاعته خالص، بس لما اسالهم الدرجه فين على القلم بالظبط هكتبها لكم تحت، واللي تعرف برضه تكتب لي في صندوق الوصف. اول حاجه لازم هبري القلم كويس، هبري القلم كويس جدا، وبعدين هبتدي اشتغل. اللي انا حطاها دي ليب بالم عجيبه، يعني شبه لونها كده، مش عارفه هي فين، عايزه اوريها لكم. اسمها بيتشي صودا ماجيك ليب بالم. البراند بتاعتها تانوكو. تانوكو ازاي يعني؟ عوجوكو يعني ولا ايه؟ دي البراند بتاعتها. هشوف كده كانت جايه من عند فين وهحطها لكم في صندوق الوصف. مين بامانه كان بيحط الليبستيك ده كده زمان؟ بامانه تكتب لي تحت في التعليقات، قولي. انتوا شايفين جمال الليبستيك قد ايه؟ الليبستيك بتاع كاركتر ده بيجمنت طري جدا على الشفايف، سعره رخيص قوي، سعره 70 جنيه 80 جنيه، يعني السعر بتاعه تحفه. واللون الله، ما تقولوليش بقى الدرجه، حد يقول لي الدرجه فين، حد يقول لي الدرجه فين. الله، الليبستيك يجنن يا اخي. حبيت شفايفي بعد الفيلر يا اخي. يا خروجي على عسل. طيب بعد كده هاخد الليبستيك برضو من كاركتر، يا ريت اعرفهم بالوانهم كده لحد ما الاقي الدرجات تمام. هاخده ده احطه في النص هنا شويه، يعني افتح بيه الدرجه حاجه بسيطه بس. وده لون احمر بقى هاخده، هنحط كل الليبستيك في بقي هنا. الليبستيك تقريبا حطيت منه 3 طبقات فوق بعض، ما كلكعش نهائي. عمركم شفتوا قلم خشب بيترسم ببرش؟ ايوه، انا اخدت منه كده بالفرشه ورسمته، كان سهل ولين.